العملات الرقمية فسطك للطراء. هاد العبارة بالضبط خلات الناس يخسروا أموال وثروات هائلة. وشنو قصة الولد اللي عمره 13 سنة قدر ينصب على الناس في 30 ألف دولار من خلال ميم كوين؟ في هاد الفيديو هادشي كامل غادي نعرفوه، وغادي نثبت لكم باللي العملات الرقمية هي أكبر كذبة في التاريخ. أولا خلينا نعرفوا شنو هما العملات الرقمية. العملات الرقمية هي واحد النوع من العملات الافتراضية اللي كتستخدم كوسيلة للتبادل عبر الإنترنت، وهي غير ملموسة، أي لا وجود مادي لها. ماشي بحال العملات الورقية ولا المعدنية، وكتعتمد في عملها على تقنية التشفير وتقنية البلوكشين لضمان الأمان والشفافية. ولحد الآن هادشي مزيان، ولكن شنو قصة الميم كوين؟ إلا قلبتي جوجل على شنو هي الميم كوين غادي يقول لك هي عملة رقمية مسمية على شخصية أو شخص أو حيوان أو عمل فني أو ميم أو شي حاجة كتضحك أيا كان. وأيضا ممكن يكونوا استثمار مربح، ولكن هما بيئة متقلبة، يعني كتطلع وتطيح في الزربة وسيولة أقل. أي أنه إلا شي واحد عنده عدد كبير من العملات خرج وباع فراه غادي طيح بمرة. بحال الدوك كوين بدات في سنة 2013، صوبوها واحد جوج وداروها على داك الكلب اللي من نوع شيبا اللي كان ميم مشهور، وبداو كيروجوا ليها وكيحطوا فيها فلوس. ولكن فجأة في سنة 2021 خرج ايلون ماسك وهضر عليها في اكثر من تويت، وقال باللي شرا منها بسمية شركة تسلا، وقال باللي بإمكانك تشري سيارة تسلا بها. وفجأة الناس بدات كتدخل العملة بشكل كبير، وهنا ايلون ماسك دار بومب اون بومب وتسبب في ان الناس خسرت فلوس كبيرة. وهذا الشيء ماشي اول مرة يطرى، والمشكل هي ان هذه العملات لا قيمة لها، يعني فقط للمتعة. ومع ذلك الناس كيتم النصب عليهم بها. يعني تخيل معايا دونالد ترامب براسو صنع عملة عليه ووصل السعر ديالها لأكثر من 70 دولار الوحدة. حرفيا الناس كتحط فلوسها في اشياء 100% غادي تنصب عليهم فيها. وخليني نقول لك عدد الاموال اللي كاينه في هذا الشيء باش تعرف شحال كبير. في سنه 2021 خرجت عمله باسم مسلسل سكويد جيم، قيمتها طلعت من 0.001 دولار الى 2861 دولار، ارتفاع بنسبه 28 مليون و600 الف في المية. يعني الشخص اللي حط 1 دولار فقط فيها حاليا هو مليونير من لا شيء. وديك الفلوس راه ما كتصنعهاش العمله، ولكن راه الربح ديالك بالعملات الرقميه كيجيب الخساره ديال الناس اخرين. يعني الا واحد خرج رابح راه 100 اخرين خرجوا خسرانين. فاهم كميه الشر اللي في الموضوع؟ داك الشيء علاش فاش كتشوف يوتيوبر او ايا كان كيروج ليها فراه في الغالب هو دخل قبل منك وانت متاخر. وفي الوقت اللي انت غادي تدخل فجاه العمله غادي تطيح وهما غادي يربحوا وانت غادي تخسر. وخلينا نهضروا على ولد العمر ديالو 13 سنه صنع عمله ديالو الخاصه سماها جينزي على منصه بوم دوت فون، وبقى كيروج ليها والناس ضحكاتهم وشراوها وخلاوها تطلع. وفجاه الولد سحب راسو من العمله وخدا 30 الف دولار، والعمله طاحت والناس كلها خسرت فلوسها وتنصب عليها من ولد عنده 13 سنة، تخيل. والمهم هذا كان فيديو اليوم، الهدف منه تكون واعي بشي حوايج ما كيبينوهمش ليك وما تخليش حتى شي واحد ينصب عليك. واذا عجبكم المحتوى اشتركوا في القناة. See you guys. Bye.